واش ولينا عايشين في غابه؟ شابه مغربيه جات تداوى في بلادها، صدقات محبوسه في مصحه بسبب فاتوره خياليه قفزت من 15 ل 60 مليون سنتيم. هاد الفضيحه اللي هزات الراي العام وصلت اليوم للبرلمان، وزيد عليها الصدمه اللي كتسنى الكساب والمواطن في عيد الاضحى. العلف شعلات فيه العافيه والنخاله زادت ب 50 درهم. واش هادي هي السيبه؟ شوفوا شنو وقع. القضيه بدات فاش شابه مقيمه بالمانيا دخلت المصحه في كازا في حاله استعجاليه. العائله اتفقوا على 15 مليون، ولكن الصدمه كانت فاش بغاو يخرجوها لقاو الفاتوره ولات 60 مليون سنتيم. والانكى من هذا الشيء هذا، المصحه رفضت تطلق البنت وكانها رهينه حتى تخلص العائله الفديه. هذا البزنس بالارواح جر وزير الصحه للمساءله فين هي المراقبه، وكيفاش فاتوره كتدوبل 4 ديال المرات في الليله وضحاها. هذه راه ماشي مصحه، هذا راه كونتوار. وماشي غير المرضى اللي كيعانيو، حتى الكستاب البسيط اللي لقى راسو محاصر واخا الخير موجود وشتا تبارك الله صبات، ثمن خرجت النخاله قفز من 90 ل 140 درهم. والبرلمان كيسول وزير الفلاحه فين مشاو المساعدات، وعلاش العلف المركب واصل 5 دراهم. هاد الزيادات اليوم كتعني حاجه وحده، تحاولي العيد هاد العام غيكون حلم بعيد على بزاف ديال الاسر المغربيه الا ما تدخلاتش الدوله دابا. هادشي اللي كنشوفو اليوم من جشع المصحات وغلاء الاعلاف كيضر الخاطر. نتوما شنو رايكم؟ واش فايت لكم كنتو ضحيه ديال النوار او فواتير خياليه في المصحات؟ واش كتظنوا بلي ثمن الحولي غيطيح ولا غيشعل؟ قولوا لنا تجاربكم في التعليقات، بارطاجيو الفيديو باش يوصل لوزير الصحه ووزير الفلاحه. تابعوا اخبار اليوم تي في، صوتكم الحر.